السلام عليكم. انا جيت وجبت معايا واحد العصير كيجي لذيذ بزاف، اقتصادي ومنعش وغني بفيتامين سي. هاد العصير اللي كيدار ب4 ديال الليمونات وحامضه وحده. انا عندي الليمون صغير، درت 5 ديال الليمونات. قبل ما غادي نبدا في التحضير ديال العصير غادي نوجد السيرو باش غادي نحلي العصير ديالي. يعني ما غاديش نديرو السكر مباشره، غادي نديرو على شكل سيرو. غناخد الكاسرونه وغنوضع فيها كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر سنيده، ونديرو معلقه عافيه تكون متوسطه على ما يولي سيرو. المهم غادي نوجد العصير، غادي نلقاه برد. هذا هو الهدف ديالي من هذا، من السيرو نوجدو هو الاول. صافي البنات، انا درت السكر، ما درتش نص كاس كامل، ما بغيتش يكون حلو. المهم دابا هو السيرو فوق النار، كما قلت لكم متوسطه. دابا غادي نحضر الليمون. غنحيد ليه 3 ديال الليمونات، غنحيد ليهم القشره، وليمونه وحده وحامضه غادي نخليهم بالقشره ديالتهم، ونحيد العظام اللي تيكونوا في الليمون اولا في الحامض. كنلاحظوا بان الحامض كيكون فيه بزاف ديال العظام. نردوا معاه البال باش ما تدوز لينا حتى شي حاجه، باش ما يجيناش العصير مر. هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نقي الليمون هو الاول، نحيد ليه القشره ديالته، وغادي ندوزو للطريقه. وما تنسونيش من التعليقات ديالكم ولي لايك والبارطاج البنات باش القناه ديالي تبان. الله يجازيكم بخير. كما كتشوفوا كنحيد القشره بهذه الطريقه هذه باش يجيني ساهل، كنسهل عليا. واصلا هذا العصير كيوجد بالزربه، يعني ما فيش شي مجهود، دغيا دغيا يتحضر. فعوض ما نشري في الزنقه وما كنعرفش باش يعني كيفاش مصنوع، وانا ساهل باش نحضروا في البيت، علاش ما نحضروش ونعرف شنو كنشرب انا ووليداتي. هادشي اللي كاين البنات. صافي دابا غادي ندوز للحامض. غادي نحيد الحامض، غادي نقطع بعدا الليمون كيف ما كتشوفوا، غنحيد ليها هاد الخويط اللي كيكون الوسط، وغادي نقطعو بطريقه عشوائيه، يعني كيف ما بغيتو تقطعو. انا قطعته على شكل مربعات، وانت يمكن لك تقطعي بالطريقه اللي بغيتي، لان في الاخر غادي يتطحن. غناخد الحامضه نحيد لها هاد النونه اللي عندها الفوق والتحت. صافي غادي نحيد الخيط للوسط ونقطع شرائح رقيقه باش نحيد العظام ديالها البنات بهذا الشكل هذا. صافي كنقطع وكنحيد العظام باش ما نخلي حتى شي عظم. هاد العصير هذا كيوجد بإطرو ونص ديال الماء، يعني كيعطي كميه كبيره، يعني شربيتي جيرانك. بالنسبه العصير كيخرج تقريبا شي 2 اطرو وشي حاجه. خرج لي انا واحد الكاس كبير، وكاس فيه تقريبا اكثر من نص اطرو، يعني كيخرج 2 اطرو وشي حاجه، ما عرفتش شحال بالضبط. حيت داكشي اللي بقى عندي في هذا فرغته في واحد الكاس، ما عرفتوش شحال كيوزن. صافي الليمونه حتى هي بهذا الشكل هذا غادي نخليها بالقشره ديالها، وغادي نحضرها بهذا الشكل هذا. غنقطعها دابا غنبدا نطحن هذا الليمون اللي عندي هنا مع الحامض بالكميه ديال الماء. اطرو ونص ديال الماء. غادي نقسم هذه الكميه على 2، وغادي ندير معاها اطرو ونص ديال الماء، حتى هي غادي نقسمها على 2 او على 3، ماشي مشكل. انا غادي نعبر هنا غير بالكاس. صافي صافي غادي نبدا نطحن العصير ديالي. هنا راه كيتطحن كما كتشوفوا. الشكل ديالو راه كيبان تبارك الله كيشهي. غادي نصفي هاد
العصير هذا الليمون دابا اللي طحنت غادي نصفيه بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نصفيه مزيان باش ينزل ليا حتى اللب ديال الليمون والحامض، باش يجيني العصير شويه ثقيل ما يكونش خفيف بحال الماء. صافي وغادي نعاود نهز هذا الشيء اللي صفيتو غادي نديرو في الطحانه، وغنزيد عليه الكميه اللي باقا عندي والكميه ديال الماء اللي مازال خاصاني بهذا الشكل هذا. انا راه قسمت هاد الليمون غير على جوج، ما قسمتش على ثلاثه، ما طحنتش يعني على ثلاثه. صافي غندير معاهم الكميه اللي باقا لي ديال الماء، وغادي نخلي غير كاس، لان هادشي اللي غادي نعاود نصفيه غنعاود نطحنو عاوتاني مع كاس ديال الماء مكمله ديال الاطرونس. صافي هذه هي الطريقه ديال العصير. كنتمنى الطريقه تجيكم ساهله ونكون وصلت لكم الفكره. السيرو راه حيدته من فوق البوطه، راه بدا كيبرد. مع هذا البرد نيس راه دغيا الحاجه غير كتحيديها من فوق العافيه كتبرد في البلاصه. يعني غادي نكمل العصير صافي غادي نخوي مباشره، ما غاديش نتسنى. هادشي علاش سبقته هو الاول. صافي دابا غادي نصفي عاوتاني هاد الكميه اللي باقا عندي هنا كما قلت لكم، وغنعاود نطحن نحيد داكشي اللي غادي نصفيه، غادي نعاود نطحنو مع كاس ديال الماء اللي باقي ليا على العبار اللي خاصني ديال الماء ديال الاطرونس. مازال خاصني كاس. كما قلت لكم الطريقه راه ساهله بزاف، غير جربوها. انا غادي نعاود ندير هذا ونزيد عليه كاس. العصير كما كتشوفوا راه وجد، كيبان عاقد واحد شويه ماشي بحال الماء، وحتى المذاق ديالو راه دقتو كيجي لذيذ بزاف. ما عليكم غير توجدوا. كيعطي كميه كثيره، كيعطي شي 2 لتر تقريبا. خرج لي هذا الكاس هذا ديال العصير. المذاق ديالو راه كيجي لذيذ بزاف، انا دقتو منعش. ما عليكم غير تجربوه وتجاوبوني في التعاليق ديالكم. ودابا غادي نحضر معكم الطريقه ديال كيفاش تحتفظي على الحامض الا ما رقدتيش وبقى لك في الثلاجه. كاين واحد الطريقه ساهله وكيجي بحال المرقد بحال المصير. كتغسليه مزيان وكديريها الطريقه اللي غادي نوريك دابا. يعني بعض المرات ما كيكونش عندك الوقت باش غادي تشديه يعني ترقديه وتبقاي تملحي وهذا. بعض المرات غير كتجيبي الخضره وكتلوحيها في الثلاجه، تتكونيش مساليه. الله يكون في العون، راه كل واحد والظروف ديالو. هاد الطريقه كتجي ساهله بزاف. كتغسليه مزيان 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 صافي، وكتقطعيه بهذا الشكل هذا. كتحيدي ليه داك النونه الفوقانيه والتحتانيه وكتقطعيه بهذا الشكل هذا على 4. انا الكميه هنا خديت غير كيلو، ماشي شي حاجه كثيره. حيت منهم واحد 3 ديال الحامضات حطيتهم في الثلاجه على حسب كتبغي للحوت او لا كيكه كتلقيه عندك بعدا في الدار. صافي وما تبقى غادي نحتفظ عليه بهذا الشكل هذا في الفريغو. صافي كنقطع الحامضه على 4. هذا هي الطريقه ساهله ماهله البنات، ما فيها حتى شي تعقيدات. كناخذ بلاستيكه من البلاستيك اللي كندير فيهم اللحم اولا الدجاج. صافي غادي نوضعو في ديك البلاستيكه ونديرو في الفريغو. بهذه الطريقه هذه كتحتفظي على الحامض، وفي نفس الوقت ملي كتلوحيه في المرقه كيجيك بحال المصير. وهنا خليت لكم واحد 2 ديال الوصفات، وكنقول لكم